ازيكم يا حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. فيديو النهارده حبايبي روتين اليوم العادي. انا مصوره لكم فيديوهين في اليوم داتي في نفس اليوم يعني. بس هنزل لكم طبعا يعني كل فيديو لوحده. اول حاجه كده دخلنا المطبخ، رتبنا امورنا وجهزنا غدانا. ده الفيديو اللي انا هنزله لكم دلوقتي يعني اللي انا بكلمكم فيه دلوقتي. بعديها عاد هنزل لكم الفيديو عاد، روتيني في المطبخ كامل لاستقبال السنة الجديدة. بس قبل ما ابدا الفيديو معاكم اتمنى اللي مش مشترك في القناه واول مره يشوف فيديو لينا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وحبايبي المشتركين برضو تاني وتالت وعاشر، احب اشكركم على كلامكم الحلو. و... وبرضو حابة أشكر المشاركين عندي جديد. أنا كل يوم حتى لو جاني مشترك واحد حاجة ما تفرحني. وكلامكم كله يعني بصوا، ربنا يفرح قلوبكم كلكم. أنا ما أفرح بأي كلمة أنتم تقولوها لي، وما استنى بصراحة تعليقاتكم. وما تنسونيش في اللايك وفي التعليق برضو. نبدأ الفيديو مع بعض. أول ما دخلنا المطبخ كده أنا كان عندي حبة مواعين صغيرين زي ما انتم شايفين. يعني أنا كنت يعني انتوا عارفين يومين عيد وكده، فمش بحب أخلي حاجة ورايا. فطبعا كل يوم ترتيب حاجة. أنا صورت معاكم قبل كده روتيني في غرفة النوم الكبيرة بتاعتنا. وبعد كده صورت لكم روتيني النظافة فوق اللي هي شقة فاضية احنا مساكنينش فيها. وبعد كده عملت لكم فيديو تاني اللي كان آخر فيديو ده، روتيني في غرفة الأطفال. طبعا احنا بادئين كده. انا قلت لكم انا كنت في البداية بصراحة يعني اعمل البيت كله في يومين ورا بعض كده اخده سد رد كله. كان البيت فوق او البيت تحت. فبس بصراحة يعني دلوقتي عشان السنة اللي فاتت كان باتريك صغير يعني مش ما يتحرك فاهمين. كان لسه ما يرضع صغير بيبي كده. فكنت عادي يعني اللي هو ياخد الوجبة بتاعته وينام، يبقى على السرير ما يتحركش ورايا. فدلوقتي بصراحة مش قادرة أعمل كده منه لأن هو اديكم شفتوا في الفيديوهات معايا إن هو على طول في رجلي، يعني أي حركة كده تلاقوه معايا في نفس الغرفة. فعشان كده مش قادرة أعمل ده كله في يومين زي ما كنت أما أعمل. وقلت لكم أنا حبيت أبدأ بالترتيب البيت في الأول قبل ما نعمل بسكويت العيد وكده. عشان بس يعني انا رتبت فوق كده كده حش العيد كلها هنعملها فوق ان شاء الله مع بعض قدام الفرن عشان نطلع الفرن فوق. آه، الفيديوهات الجاية ان شاء الله. فقلت لا انا ارتب وانضف البيت تحت خالص واخلص منه. وبرضه كان في روتين غسيل السجاد معاكم قبل العيد والفرش بتاع الانتريه وكله كده. يعني بص انا ماشية خطوة خطوة. النهاردة عملت معاكم ده كده الفيديو داتي. أنا كنت يعني مستعجلة شوية في الفيديو. أنا هنا مسرعة بس أصلا في الحقيقة أنا كنت مستعجلة لأنه كان يا دوبك العيال جو من المدرسة. هم سعادتها بنطلع بدري شوية. يا دوبك جو من المدرسة أنا كنت لسه ما جهزتش أكل. فيا دوبك جهزت الأكل كده بسرعة. وبعد كده على طول كنت حاطة الأكل على الفرن. وابتديت إن أنا أشتغل في المطبخ عاد، ترويج وتنظيف وكده. هتشوفوا معايا الفيديو اللي جاي برضو. ده اول حاجه كده زي ما قلت لكم يا حبايبي. كان اللانش بوكس برضو بتاع العيال خدته معايا بالمره، كانوا لسه جايين زي ما قلت لكم. قلت انضف بس المطبخ كده حواليا. مشيت ايدي على البوتاجاز بسرعه كده لان انا كده كده يعني عامله حسابي ان انا هخلص الفيديو داتي وهبدا في الفيديو الجديد نظافه تامه بالثلاجات بكله للمطبخ كامل. فعشان كده يعني عملت الورايا بسرعه بسرعه وجهز الاكل. بس قلت قبل ما ابلع يعني قبل ما نبدأ كده في تجهيز الغداء قلت اخد شوية المواعين دول لاني هنعمل سمك مع بعضينا. فقبل ما الحوض يزفر مننا وكده فقلت لا انضف الطبقين اللي فيه في الاول. هما اصلا كانوا تلات ارباعهم كوبايات شاي وعصير. قلت اخدهم في الاول قبل ما نزفر ايدينا وكده عشان المواعين تبقى نظيفة. وهنا كنت خلصت حبة المواعين معانا. انا كنت مطلع شوية مواعين كتار. كنت غسلاهم ورصاهم بره على ترابيزة عبيت ما انا اخلص ترتيب المطبخ وكده. بعد كده ارجعهم تاني المطبخ على النظافة بعد ما امسحهم. هنا كنت خلصت المواعين وكنا غسلنا الحوض بتاعنا. وبعد كده جبت شوية البطاطا دول، غسلتهم كويس كده. وانا بصراحة كنت متعودة على طول ان انا اشوي البطاطا على الفرن. فقلت دلوقتي اغير لهم، اشوف هياكلوها كده ولا ياكلوها كده اكتر. بصراحه عجبتهم وهي كده اكتر عشان كلوها هي سخنه على طول. يا دوبك انا كنت لسه ما خلصتش تجهيز الاكل يعني انا على طول هخلصهم دلوقتي واحطهم على النار.
عبت ما اجهز الاكل معاكم، هم استووا قبل ما انا اخلص تجهيز الاكل. فبصراحه يعني العيال فرحوا بيهم وكلوهم على طول وهم سخنين. انا فرحت، انا كنت اما اشوي البطاطا انا اجيب كميه كبيره، كنت اشويها ويعني مثلا ياكلوا منها اول يوم وبعد كده تتساب. فحبيت الفكره دياتي، انا اول مره اسلقها لهم كده. كنت على طول ماكلوها مشويه بصراحه، لكن حبوا اللي حبوا الطريقه دي اكتر، قلت عادي يا خلاص هتنحبوها نعملها مع بعض على طول. هنا انا كنت بس محوش الطرفه من الاول والاخر بتاع البطاطا، واللي كنت اما الاقيها كبيره زي كده كنت مقسمها بالنص، بس عشان هي ما تاخدش مكان كبير في الحله ونزود ميه و... وعشان تستوي بسرعه برضه. هنا كنت غسلتهم حلو خالص. يعني انتوا شايفين دي مش حاجه في البطاطا يا جماعه، دي شكل البطاطا نفسها. طبعا انا بصراحه مش عم اعرف اجيب البطاطا نوعها إيه، يعني ما اعرفش فيها بصراحه، كانت مشاريها لامي و... وهنا خلصت كده، حطيت شويه ميه صغيرين وهحط حبه سكر. دي يا جماعه اختياري، لو انت حباها ماشي معلقه كده من الاكل او معلقتين على حسب نوع البطاطا اللي عندك. وهنا كنت ولعت عليهم النار وبعد كده ابتديت في تجهيز الغدا على طول. معلش يا جماعه انا مش عارفه اتكلم بس عشان يعني الحمد لله سناني ودروسي نشكر ربنا يعني. فحاسه ان الكلام كده طالع مني بالعافيه. هنا كنت جبت حبة بطاطس كده مع بعض، هقشرهم وهنقطعهم شرايح مع بعضينا، أكلة سريعة وخفيفة وأمانة يعني. بصي لو ما جربتيش أكلة السمك دي جربيها وهتدعيلي. أسهل طريقة وأخف طريقة على معدتك، وخصوصا بصي من اللي هم بيحبوا السمك الزيادة. يعني أنا بصراحة أكتر أكلة مفضلة عندي السمك. بس يعني هي زهدنا عاد شوي وطاجين على الفرن في صواني وجالي فتعبنا يعني الصيام كله انت عارفين. ان كل يوم سمك 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 على طول، بس هي ما عملتش بصراحة معاكم في الصيام واكلة السمك دي. انا كنت على طول اما اعملها في طاجن كده في صينية على الفرن، وكنت اما اجليها على طول ومرتين بس شويتهم بس ما صورتش. ده كان في الصيام، يعني انتوا عارفين عندنا صيام في اكل سمك الصيام ده. عشان حبايبي برضه اللي سألوني انتوا صايمين وما تاكلوا ازاي ما تاكلوا سمك وانتوا صايمين. الصيام ده يا حبايبي مسموح لنا عادي بيه باكل السمك. بس ما عدا يوم الاربع والجمعه، الاربع والجمعه ما ناكلش سمك. ناكل اي حاجه تاني. اي اكل ما يعني بزيت بس برضه، ما يكونش فيه لحوم ولا سمك ولا اي حاجه. بس هو الصيام ده مسموح لنا بيه يا حبايبي بالسمك. آه، دلوقتي انا قلت لكم قطعت البطاطس كده، كنت غسلاها كويس وحطيتها في شويه ميه كده عشان لونها ما يغيرش. عبت ما اخلص باقي الخضار معاكم. جبت 3 بصلات كده كويسين وسط، وقطعتهم برضو شرايح معاكم. وبعد كده جبت شويه طماطم. في ناس ما تحب تفرم الطماطم وتضيفها على البطاطس والبصل والكام فلفل والكلام ده كله، بس بصراحه انا مفضلها كده اكتر. يعني تستوي كلها في بعضيها، وغير ان هي عاد تبقى مسبكه زي مثلا ما بنعمل صينيه البطاطس للفراخ ولا اللحمه ولا الكلام ده كله. انا بحب اقطعها كلها قطيع كده. شايفين معانا شويه البطاطس وشويه الطماطم والبصلات والفلفلات، وحطيت عليهم ملح. واحط بص توابل كأني كما يعني اكلة سمك عادية من غير الحاجات دي كلها، من غير الخضار ده. هنا حطيت برضو معلقة بابريكا صغيرة، وحطيت شوية ملح، طبعا الكمية اللي هتكفينا، ودي توابل سمك. وبرضو رجعت تاني حسيت ان هي الطعم مش قوي فيها او الريحة مش ظاهرة بتاعت توابل السمك، حطيت كمون وكزبرة تاني. واحط حبة شطة صغيرة خالص، دي طبعا اختياري، لو انتي حاطة الفلفل معاكي ساخن ومش حابة تخليها سخنة زيادة ما تضيفيش الشطة. الناس طبعا تحب، انا بصراحه بحب السمك يكون حياجه صح يعني الشطه ظاهره فيه. بس طبعا عشان انتوا عارفين انا معايا اطفال فغصب عني ان انا لما اعملها كده. دلوقتي كنت تبلت الخضار معانا كله مع بعضيه كده تتبيله حلوه، وضفت برضه هضيف معاكم دلوقتي نص معلقه توم مفروم. كده الخضار كله جاهز معانا وبنفس التتبيله يا حبايبي. رجعت عاد جبت السمك، غسلته انا اصلا غسلاه زي ما قلت لكم. فاكرين الفيديو اللي فات لما عملت فيه سمك جبت كميه على بعضيها ونضفتها معاكم وقلت لكم انا كيستها في اكياس اما اطلع منها بالطلب. انا دلوقتي طلعت حبه حلوين كده منهم، يعني هو بصي يكفونا اليوم وخلاص. خلاص يعني عشان ما نسهتش، انتوا عارفين ان قلت لكم كل يوم سمك. فيعني تغيير اليوم بيومه. هنا كنت برضه انا كنت غسلاهم وشايفين يعني هم شكلهم واضح ان هم نضاف. بس برضه عشان كانوا في التلاجة وكده انا غسلتهم كويس تاني. وبعد كده انا بصراحة يعني بس اللي هو الوقت زنق عشان داخلين على عيد وكده
وزيتين في البيت. طبعا كل حبايبي عارفين كل سنه وانتم طيبين. كل لما يبقى عندنا عيد ولا داخلين على السنه الجديده ولا عندنا اي مناسبه، اما نبقى البيت فيه وش، يعني انت مش اما تبقى ملاحقه اليوم ما يخلص يا دوبك تلحق تخلص اللي وراك اللي، وكمان مش اما يكفي، وخصوصا لما يكون معاك اطفال. إيه، فانا قلت لكم قبل كده ان انا بحب اتبل السمك واشيله متبل واطلعه على طول على اللي انا اليوم اللي هسوي فيه. لكن بصراحه ما كنتش لحقت اللي انا اعمل عشان كنت ما لحقتش اتبلهم. انا صورت لكم الفيديو اصلا عندي بتويه ساعه ما نضفنا السمك، وكان اليوم خلص وكنت عايزه ارجع البيت اجهز اكل وكده، فما لحقتش. دلوقتي انا طلعت شويه توم كده ادعك بيهم السمك، يعني تحيجي بيهم كده تتبيله بسيطه اللي هي تدي ريحه بس وتساعد ان انت تشيلي الزفره. وبصراحه برضو طعم التوم في السمك حلو. في ناس مش اما تفضلوا، بس هي تقول لك عشان معدتنا ما تتعبنا وكده، يا جماعه انا مش هخليه في قلبه، انا ما ادعك بيه بس ويعتبر تلات ارباع ما يقع. واخدت معلقه صغيره زي ما وريتكم كده حطيتها على الخضار. هنا رجعت اتبل تاني بالملح، هي التوابل اللي حطيناها هنا هنحطها هنا، بس بصراحه انا ما ضفتش على السمك بابريكا. كمون وكزبره وملح وشطه بس، دي اختياري برضو. نفس التتبيله. هحييكم كلهم كده، وبعد كده هجيب صينيه ومعلقتين زيت. بس مش هحط الزيت في قعر الصينيه، لا هرش كده على الخضار بعد ما ارصهم زي ما انتوا هتشوفوا معايا. هنا انا مش بحب يا جماعه احط مثلا ارش حبه كمون وادعك كله ببعضيه، طب ما السمك في حته هتبقى فيها وحته لا. انا بمسك قطعه قطعه كده واحط عليها الكمون والكزبره مع بعض، انا فرماهم مع بعض للسمك. والشطه كده والملح كده، يعني حته امسك قطعه قطعه من السمك واحطه في قلبه واحطه من الناحيتين منه عشان تبقى يعني انا ضامنه كده ان التتبيله وصلت السمك كله بره وجوه. شايفين؟ يعني باخدها جنب جنب وما افتح السمكه من جوه راح احطها. هنا حطيت نص الخضار، شايفين بامانه يعني شكلها كده يفتح النفس من غير حاجه. يعني انت لو صايمه ومش عايزه تحطي السمك معاها، مش عايزه تضيفي السمك معاها نفس الخلطه دي كده ودخليها الفرن، بامانه هتبقى يعني ريحتها كانت جايبه والله تاني. كنت واقفه مع الجيران ريحه الاكل كانت جايبه اخر الشارع وانا واقفه معاهم، وقلت لهم ده انا عامله صينيه سمك ني في ني زي ما نعمل الفراخ كنا كنت نسيت البصليه ديت ما خرطتهاش، ورحت قطعتها كده معاهم. ريحتها بس تكفي، يعني ريحتها تفتح النفس ان انتوا تاكلوا. شايفين؟ والالوان بتاعتها عسل. شايفين؟ يعني الصينيه بتتكلم عن نفسها، لوحه فنيه يا جماعه والله مش مشكر في اكلي، بس بامانه ريحتها كانت حلوه جوه. عملت معاهم حبه رز. رز ابيض برضو يعني مع السمك، ده اكله خفيفه كده. ولو حابه تعمل شويه سلطه ماشي، مش حابه وعايزه تاكلي عيش مع الخلطه ديت كان بها، عايزه تاكلوا رز بس مع الخلطه دي برضو كان بها براحتك. هنا كانت البطاطا استوت وانا كنت حاطه الصينيه على الفرن، وبعد كده رجعت عملت شويه الرز حمرتهم معاكم. شايفين؟ حطيت حبة زيت كده. الرز عبارة عن شوية زيت هنقلب فيهم شوية الرز، وبعد كده ننزل بمية سخنة ومرقة خضروات لو عندك هتدي طعم حلو خالص للرز. وبعد كده يعني كده يعتبر الأكل بتاعنا خلص. شايفين؟ أتمنى يا حبايبي اللي وصل معايا لحد هنا في الفيديو ما ينسانيش في الاشتراك. مش هكلفكم حاجة صدقوني، دي حاجة هتفرحنا ونبقى مع بعض كده اليوم بيومه. وما ينسانيش في التعليق الحلو، انا لما استنى اراكم صدقوني اما افرح لاي كلمه. لا مؤاخذه يا جماعه، اما افرح لاي كلمه انت ما تكتبوها لي. وعارفين انتوا اللي يبقوا مستني كده يشوف ايه اللي هيحصل بعد ما تتكلم الكلمه مثلا، انا مستناكم كده كل واحد فيكم وعارفاكم اللي ما يكتبوا لي حبايبي بعد ما انزل الفيديو. برضو ارجع تاني واقول لكم كل سنه وانتم طيبين، واتمنى الفيديو يكون خفيف على قلبكم، واتمنى اكون انا مش مصدعاكم. واللي عنده حبايب اي ملحوظه للتصوير او للصوت او للكلام انا راضيه بارائكم. وكده الفيديو بتاعنا خلص معاكم، واتمنى الفيديو يكون عجبكم يكون خفيف على قلبكم، وربنا يسعدكم يا رب ويفرح قلوبكم كلكم. وكده ده كان منظر الاكل معانا. يا ريت يعني يا ريت اقدر نتلموا مع بعضنا كده وناكل انا وانتو. وده كده يعني أكلة بسيطة كده وخفيفة، وده كان يومي. استنوا الفيديو اللي جاي عاد أنا بعد ما خلصت كان الأكل، وبعد كده رجعت تاني عاد لنظافة المطبخ كله. شايفين أنا هنا كنت مصور بإيد وماسكة الشوكة بإيد أصلا ما كنتش شايفة عشان إن أنا أوريكم. شايفين شكله بأمانة ريحته وطعمه عسل، واخد من طعم البطاطس والطماطم والفلفل والخضار كله، كان طعمه مية مية. دلوقتي يا حبايبي أتمنى برضو تاني يكون الفيديو عجبكم، ما تنسنوش. ودلوقتي أقدر أقول لكم سلام.